احنا جيل مشوه فعليا. احنا دلوقتي مجتمع اصلا بيقيس النجاح بالفلوس اساسا، زي الناس اللي مبسوطه على الانستجرام دي. ازاي تبقى مليونير في 30 ثانيه؟ تعالى يا عم اعلمك التداول عشان تركب مرسيدس زي دي يا فقير يا ابن معلش بس انا عندي سؤال، هو من امتى الطموح كان عكس الرضا؟ بس الشخص الناجح هو اللي عارف اهدافه، هو اللي محددها وبيوصل لها، هو ده. ازيك يا صاحبي؟ ايه يا حبيبي؟ قول لي عايز ايه؟ نعم. بص انا عندي ليك معلومه واحده، اوعى تقع في فخ الغنى السريع، دي اهم حاجه انا هقولها لك. احنا دلوقتي مجتمع اصلا بيقيس النجاح بالفلوس اساسا، واستهلاك بقى فيديوهات من نوع ايه؟ ازاي تعمل فلوس وانت نايم، ولو معاك موبايل اندرويد او ايفون وما بتعملش 2000 دولار في الاسبوع يبقى انت بتظلم نفسك. ازاي تبقى مليونير في 30 ثانيه؟ تعالى يا عم اعلمك التداول عشان تركب مرسيدس زي دي يا فقير يا ابن تعالى اقول لك على تريكات محدش يقولها لك عشان تبقى مشهور، عشان البنات دي تجري وراك. وخد بقى من عندك ده كتير. احنا خلاص بقى عندنا نموذج النجاح مشوه. احنا خلاص الانسان الناجح بقى خلاص بقى عنده 2 3 مليون فولور، وبيجيب فلوسه وهو نايم، وعامل فورمه فشيخه البنات كلها هتموت عليه، وبيصيف في الساحل وراكن البوجاتي قدام الفيلا في مراسي. خلاص هو ده نموذج النجاح. مشوه، ده تشوه. احنا جيل مشوه فعليا. هو بيصعبش عليا قد الناس اللي بتقع في الفخ. ايه ده انا معايا موبايل قديم، لا انا عايز ابقى معايا ال14 برو ماكس، مع ان الموبايل القديم ده ممكن اصلا هو مش بيستخدمه، يعني هو ما بيعملش عليه حاجه، يعني هو مش محتاج ال14 برو ماكس في يعني هو مش محتاج ابل اصلا في حاجه. بس لا يا عم انا هبقى معايا شاومي وانا هجيب ال14. وقيس بقى على ده، انا معايا عجله انا عايز اجيب موتوسيكل، انا جبت موتوسيكل يا عم انا عايز عربيه، جبت العربيه عايز عربيه اعلى، رحت جبت كيا سبورتج، انا ايه اللي مركبني كيا؟ ما انا اركب مرسيدس، ركبت المرسيدس. بص اللي انت اصلا جاي كنت بتقول انا اركب مرسيدس ركبتها، لا انا عايز بوجاتي، انا اركب مرسيدس ليه؟ وروح بقى يعني مش هنخلص. وده بالاخر بيحصل بسبب انه انا معايا حاجه فهقول لك بص دي احلى حاجه في الدنيا ومش هتتبسط من غيرها، فكك. وانت عشان شخص غلبان صدق، عشان انا بلعب على احلامك عشان انا اكسب، انا بلعب على طموحاتك عشان انا اكسب، في الاخر انا بضحك عليك حرفيا. جماعه هو فين الحمد لله؟ راحت فين؟ هيطلع لي بقى عبده حناكي يقول لي هو انت ما عندكش طموح ولا ايه؟ معلش بس انا عندي سؤال، هو من امتى الطموح كان عكس الرضا؟ المجتمع بيحاول يحسسك ان انت لما تسكن في فيلا هي دي السعاده، وانت معدي في زايد بالفيراري كده اوه خيال يابا خيال. السعاده عمرها ما كانت في اقتناء الاشياء، صدقني هتجيب كل اللي انت بتحلم بيه، هيبقى في ايدك كده وماسكه وخلاص بقى انا ما هتبسط بقى، تحس نفسك برضو مش مبسوط عادي، وهتستغرب هو مش دي الفيلا والفورمه والساحل ومراسي اللي انا كنت نفسي فيهم عشان ابقى مبسوط زي الناس اللي مبسوطه على الانستجرام دي؟ هيبقى عندك كل ده ومش هتتبسط، هتبقى مستني وانا هبقى مبسوط لو حصل ومش هتتبسط. في الاخر هتركب احسن عربيه وهتسكن في احسن حته وهتجيب فلوس وانت نايم وهتعمل فورمه وهتصيف في مراسي ومش هتتبسط. ولما تلاقي كل ده عندك، لو انت ملكش قيمه لنفسك قدام نفسك عمرك ما هتبقى سعيد. احنا دلوقتي بقى الناس خارجه من ثانويه عامه ومجاميع، دلوقتي احنا بقالنا 20 سنه الناس بتستنى المجموع عشان الناس تتنطط في البيت وسعاده عارمه، وفي الاخر بيخش طب او هندسه وما نعرفش عنه حاجه. انا مش ضد ان انت تخش طب وهندسه، بس ما تحطش سعادتك في حاجه، قول الحمد لله عامه. يعني انا معايا الموبايل نفسي في موبايل تاني، طب انا محتاج الموبايل التاني ده في ايه؟ انا كونتنت كريتور محتاج موبايل فيه كاميرا كويسه عشان في لحظات كده محتاج اصور بسرعه، اوكي. بس لحد ما تجيب ده هات اخر اللي معاك، ما تقعدش بقى تقول الموبايل اللي معايا مش بيعمل وانا الحاجه اللي معايا دي مش شغاله. انا هستنى لما اجيب الحاجه الفشيخه اللي انا نفسي فيها عشان ابدا، مش هتوصل لها اصلا. انا كان نفسي اجيب مجموع عالي زي اصحابي واخش هندسه وانجح وابقى اي حاجه. لو انت مش عايز ده مش هتوصل فيه الحاجه، صدقني. اللي بينجح مش اللي جاب مجموع عالي ولا اللي معاه فلوس ولا اللي بيصيف في مراسي. اللي بينجح هو اللي بيحط هدف لنفسه قدام نفسه يبقى شايفه على طول ويوصل له. انا حطيت هدف قدامي ان انا عايز اخش معهد سينما، انا لو قدام نفسي قلت لا ده معهد سينما ده مش محتاج مجموع عالي، انا هتمرقع عادي في ثانويه عامه والمجموع اي مجموع هيجي هيدخلني، لو انا اصلا انسان مرقوع عمري ما هنجح في معهد سينما، لا حتى لو دخلته باي مجموع 30%. بس الشخص الناجح هو اللي عارف اهدافه، هو اللي محددها وبيوصل لها، هو ده الناجح. النجاح مش ان انا اتولد الاقي معايا ملايين، ولا ان انا اخش هندسه واطلع اقعد على القهوه، ولا ان انا اخش هندسه غصب عني واخرج منها بشتغل في شركات بس انا بروح كل يوم مخنوق وعايز اسيب الشغل وعايز اعمل شيفت كارير وي. افتكر ان انت عشان تنجح، النجاح هو ان انت تنجح في تحقيق هدفك او تحقيق احلامك. مش لازم احلامك كلها تكون ماديه. انا نفسي لما اوصل سن ال30
اكون عدد ساعات شغلي قليله عشان انا عايز افتح مكان تطوعي بيخدم الكلاب والقطط. دي حاجة أنا لو عشت كده هبقى مبسوط جدا. فأنا لو وصلت عند سن ال30 وحققت ده فأنا مبسوط. أنا نجحت، لأنه أنا مش مستني حد يقيس نجاحي، ومش مستني نجاحي يتقاس على نجاح حد تاني، لأن هدفه غير هدفي. هو كان هدفه يتجوز وعنده 20 سنة، مش هدفي خالص، فأنا مش همشي نفس طريقه. هو كان هدفه يطلع دكتور زي باباه ويفتح العيادة ويستلم شغل في المستشفى ويعيش الخيال ويطلع مؤتمرات في أسبانيا وألمانيا. حلو، مش بتاعت انا، ماليش دعوه. انا مش مطلوب مني اعمل نفس اللي هو عمله، لان هو ده اللي بيقوله اختياراته بتاعته مش بتاعتي. خلاصه، حدد اهدافك وشوف انت نفسك تطلع ايه ونفسك تبقى بتعمل ايه بعد التخرج، وابني خطه قصيره وخطه كبيره واهداف قصيره واهداف بعيده، عشان لما تحققها هتبقى ناجح، هتبقى انسان ساعتها ناجح. بس يعني اعمل انت عايز. يا عم تعالى ننزل نقعد على القهوه، اصلا فكك من الكلام ده، تعالى ننزل نقعد على القهوة.